تشكيلة الجولة الأولى للدوري المصري، تعال أقول لك أبرز 11 لاعب أنا اخترتهم. في حراسة المرمى حارس نادي القناة ومحمد شعبان صاد ضربتين جزاء قصاد سيراميكا. الجول حتى اللي دخل فيه بعد ما ضربة الجزاء جات له تاني وصدها وجات له تالت وفي الآخر دخلت جول من محمد رضا بوبو. فده من أحسن الاختيارات اللي أنا المفروض لازم أحطها في تشكيلة الجولة الأولى. في الباك اليمين ما ينفعش أحط أي لاعب غير محمد الشيبي، أحسن باك رايت في مصر. اللاعب عمل اسيستين، اللاعب طلع بكلين شيت قصاد غزل المحله. احسن لاعب في الدوري المصري ويستاهل طبعا انه يكون في التشكيله. في الباك ليفت انا اخترت خالد احمد مدافع الجونه. عمل اسيست روعه جدا في اخر دقيقه قصاد مودرن سبورت، واستحق طبعا يكون في التشكيله من احسن. في قلبين الدفاع اخترت الونش واحمد بحبح. الونش عمل تمريرات معظمها كويسه جدا فمع نادي الزمالك، منع هدف محقق جدا يدخل نادي الزمالك، كان صلب جدا في الدفاع وكان من احسن اللعيبه اللي موجوده في خط الدفاع بتاع نادي الزمالك، واستحق طبعا يكون في التشكيله. مع كمان احمد بحبح مدافع منتخب السويس بتاع بتروجيت، عمل اسيست في اخر دقيقه وكان كويس جدا في التدخلات الدفاعيه ويستحق طبعا يكون في التشكيله. في خط الوسط اخترت يوسف حمدي، خط نص ابو ليلى سميده. الراجل ما عملش ميس باص حرفيا في الماتش كله، عمل اسيست المكسب ويستاهل طبعا يكون في التشكيله. بجانب مروان عطيه، الراجل جاب جون الاول للنادي الاهلي. راجل حرفيا عامل بسيط كويسه جدا وكان احسن واحد في الماتش، يستاهل طبعا يكون في التشكيله. بجانب مروان عطيه احط مهند لاشين يا جماعه، من احسن اللعيبه اللي موجوده في خط النص، احسن ستة في مصر حرفيا. الراجل كان في كل حته في الملعب حرفيا بيدافع وعمل شميس باص كتير. راجل محترم جدا ويستاهل طبعا يكون في التشكيل احسن ستة في مصر. في الهجوم اخترت محمود ممدوح، الراجل جاب جون قبل ما يتسجل هدف الجون، عمل ماتش كويس جدا ويستاهل طبعا يكون في التشكيل. الناحيه الثانيه اختار عوده الفخوري في الوينج اليمين، الراجل جاب جون عالمي جدا الصراحه باسيست الشيبي. قدم اداء هايل جدا قبل ما يطلع ويستاهل طبعا يكون في التشكيله. في راس الحربه اخترت بن جديده، راجل نزل في الدقيقه 70 مثلا، عمل اسيست رائع جدا لقفشه، يدرس مهاجم عالمي جدا ويستحق طبعا يكون في التشكيله. طبعا مدرب الجوله هو عبد الناصر محمد مدرب القناه، مدرب محترم جدا، مدرب قدم اداء كويس جدا قدام سيراميكا واستحق طبعا بورتك يكون مدرب الجوله. تعال اخش على هدف الجوله. هو الحقيقه مش هدف واحد، هم هدفين. هدف مروان عطيه بتاع الجول الاول بتاع الاهلي، شوطه عالميه جدا من مروان عطيه دخلت الشباك الجول. الهدف الثاني هو هدف احمد علاء بتاع طلائع الجيش قدام المقاولين، راجل عمل فاول خيالي، يستحق طبعا يكون هدف الجوله. وبس كده، تنساش اللايك الاشتراك.